وأيضا من ضيوف الحلقة معي الآن الشيخ ياسين ياسر، مشرف مؤتمر الشباب الثالث. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. الشيخ ياسين ياسر، المشرف على المؤتمر الثالث، كيف ترى سير البرامج في المؤتمر، وكيف ترى استجابة المؤتمرين بالانضباط والتفاعل في المحاضرات؟ بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المؤتمر الثالث للشباب العام كنيسة المسيح السودانية كيلو 4.5. المؤتمر الثالث جاء تحت شعار بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. من بداية المؤتمر في تفاعل وفي استجابة وفي اختبارات وفي نقلات، ومن خلال المؤتمرات أو من خلال المحاضرات اللي جاءت والسمنارات، وكل المؤتمرين متفاعلين ومستفيدين استفادة، وبنرسل رسالة لكل العالم انه مؤتمر ناجح بنسبة 100%، لأن الأهداف والمحاضرات حادفة للاحتياجات بتاع الشباب، لذلك أدت استجابة بطريقة فعالة. الشيخ ياسين، نريد أن نسألك كيف ترى أداء المحاضرين في المحاضرات؟ طيب، كل المحاضرات اللي جاءت نظام سلسلة، وكل المحاضرين في تقديري هم أكفاء أدوا المحاضرات زي ما أنا سبقت وقلت حادفة، وهم فعلا أكفاء قدروا يدوا المحاضرات بطريقة المطلوبة حسب التطور بتاع الشباب، وبطريقة اللي خلى كل واحد يفهم ويعني يدي المقصود اللي حقيقي من خلاله وضع العناوين بتاع المحاضرات اللي يعتبر اللي مشاكل اللي عايشينه الشباب، ونتمنى انه ربنا يفعل ده في حياتنا، وبيكون تغيير من اسباب الكثير. اللي امتلاك اليقين اخر حاجه نحن سميناه، وفي البدايه انه كيف نشغل المواهب بتاعنا، وبعد كده ننتمي او الانتماء لكنائسنا او لمجتمعاتنا. وحاجه الاخير برضو اللي نحن تعلمناه وحسيت انه الشباب مستفيدين، اللي هو الاستثمار والمعاملات البنكية. ده كله يمكن أصيبت في الأهداف اللي نحن عايشينه أو كشباب محتاجينه في وقت الحال. الشيخ ياسين، مشرف مؤتمر الشباب الثالث، نريدك أن تحدثنا عن الساعات القليلة القادمة من مؤتمر الشباب، ماذا سيكون هناك وماذا سيحدث؟ طيب، بالنسبة للمؤتمر ونحن في مشارف الختام ويومنا الختامي، انتهينا بالمحاضرات والسمنارات، بل نحن متواصلين في العبادة والتسبيح. في الوقت الجاي نحن حنصلي من أجل بلد بتاعنا السودان، من أجل الأمور اللي ماري فيه بلد بتاعنا، وحنقضي وقت طويل إنه نصلي من أجل بلد بتاعنا ومن أجل التحديات. وبعد كده نحن حننزل عشان ناخد ليلة سمر، وبعد كده بيكون ده ختام بتاع مؤتمرنا. سؤال أخير، كيف تقيم أو كيف ترى أداء فريقك في لجنة المؤتمر؟
وهل أنت راضي عن هذا الأداء أم كنت تتوقع أداء أفضل من هذا الأداء؟ شكرا للسؤال مرة ثانية. وأنا ده السنة الثالث وأشرف أو كمشرف بتاع شباب. بالنسبة للأداء بتاع اللجنة أكيد أنا راضي بالعمل الماشي. لجنة كفو، لجنة قادر إنه يضع منظوم أو خطة. بقى يعني كثيرين من المؤتمرين متفاعلين زي ما أنا سبقت وقلت، بشوف في سعادة في وجوه كل واحد، يعني ما زي السنين اللي فاتت. يعني السنة ده متميز في كل الحاجات وفي كل حتى الخدمات والمكان وكل حاجة. يعني من وصولنا نحن متفاعلين حتى الآن، ما في أي تحدي. وبذلك هم زي ما أنا قلت لجنة أكفاء قادرين إنه يدي عمل حسب مكانة بتاعهم، وهم يعني قدر المسؤولية. شكرا كثير الشيخ ياسين ياسر مشرف مؤتمر الشباب الثالث. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا.